تعالى كده بص معايا على الجدول ده جدول كورس انجليش في أكاديمية نافع. تعالى بقى اقول لك ايه الموضوع. لو انت شايف كده هتلاقي هنا لون الموف ده عدد السيشنز، third session fourth session وهكذا. طب ايه بقى الاخضر اللي بين كل حصة والتانية ده؟ في أكاديمية نافع احنا بنطلب من كل طالب انه يبعت على الاقل 3 voice recordings او 3 تسجيلات صوتية، زي ما قلنا قبل كده قبل كده ان كامبريدج بتوصي بالكلام ده. فاحنا بنخليه يبعت فويس نوت، الفويس دي بيبعتها عن طريق الواتساب للتيتشر بتاعه عشان يقدر يصححها له. طب بيبعت كام واحدة بقى؟ المطلوب منه على الأقل بيبعت 3 voice recordings بيتم تصحيحها وبنراجعها وبنديه كمان الفيدباك بتاعها. طب ليه الكلام ده كله؟ عشان ما ينفعش تمارس اللغة بس مرتين في الأسبوع في وقت السيشن بتاعتك. احنا قلنا ان انت لازم تمارس اللغة حتى وانت مش في الكورس، عشان كده عملنا لك الاخضر ده، كل دي voice recordings. طيب ايه الاصفر ده يا سيدي مقال مطلوب منك كتاسك برضو بتعمله اسبوعيا مع الفويس ريكوردينجز وبتبعتهم للتيتشر بتاعك بيصححوا لك وبعدين يديك برضو الفيدباك. طيب ايه بقى اللون الاحمر ده؟ دي برزنتيشن. انت مطلوب منك انك كل شهر تعمل برزنتيشن. طب بتعملها ازاي؟ احنا بنطلب منك تصور نفسك فيديو وبتتكلم فيه عن توبيك معين، بيكون كده زي بروجكت او مشروع لكل شهر انت بتاخد فيه الكورس، عشان احنا نطمن ان انت وصلت للمستوى اللي احنا عايزين نوصله لك. مفاجأة بقى ان احنا عندنا اكبر جروب في نافع، هم 4 طلاب بس. ايوه ده حقيقي، عشان احنا بندي لك فرصة تتكلم وانت في السيشن. طيب احنا المفروض ناخد كام سيشن في الاسبوع؟ المفروض ناخد 2 سيشنز، السيشن الواحدة ساعة ونص، يعني بمعدل 3 ساعات اسبوعيا. يعني تخيل معايا كده ان انت في الليفل بس ده هتكون حضرت 72 ساعة، هتكون بعت 66 تسجيل صوتي، هتكون كتبت 24 مقال، هتكون عملت 6 برزنتيشن. ده في ليفل واحد بس. الليفل عندنا زي ما قلت 6 شهور عشان نضمن ونتأكد ان حضرتك فعلا اتنقلت من A1 ل A2 او من A2 ل B1 وهكذا. لكن فكرة ان انت تاخد الليفل شهر او شهرين، انت فعلا ممكن تقراه كله، بس هل انت مارسته؟ هل انت مارست اللغة فعلا ومستواك لغويا بقى فعلا B2؟ هو ده السؤال. لما تحجز كورس اسأل الاول الليفل بتاعه قد ايه وهدرس من كتب ايه. الحاجات دي مهمة جدا تعرفها قبل ما تشترك في اي كورس. وعلى فكرة الطريقة دي احنا بنستخدمها في كل اللغات اللي عندنا، سواء صيني او كوري او الماني او حتى اسباني. لو مهتم اكتب مهتم في التعليقات واحنا هنتواصل معاك نعرفك كل التفاصيل.